السلام عليكم اخوتي اخواتاتي. المهم هذا وعد، كانت واحد الاخت متابعه طلبت مني تعليق على هادشي اللي كان كيوقع في لبنان، وكنت واعدتها ونسيت. درت جوج فيديوهات وما تحتيش فرصه باش نهضر على هذا الملف هذا. بعدا بغيت نقول لكم اللي كتشوفوا في هاد الشاشه، هذيك اخر رحله ديال داك الرئيس الايراني المجوسي قبل تفجير الطائره ديالو. بعنوان هاد الحلقه اللي درت لكم اليوم: تورط خامنئي المجوسي الفارسي في الهجوم على لبنان وأنه عميل لإسرائيل، وحان الوقت للانتقام. لقاش كاين الأنظمة اللي باش تبقى لابد خصها دير تضحي بوحدين. لقاش داك الرئيس ديالهم كيتعتبر هو ثاني رئيس اللي كان هجم على إسرائيل بعد صدام حسين. كما شفتوا راه صدام حسين فضاوها كان خصو لابد يتعاقب. هذا وزير الخارجية حتى هو كان معاه. هذه آخر صورة ديالهم في ديك الطائرة، ديك الرحلة اللي كنتو كتشوفوا في الشاشة. هنا غنعطيكم الدليل على أن إيران، هاد المجوس ديال إيران، أنهم مع إسرائيل وديما كانوا مع إسرائيل، وأن حزب الشيطان كان مشى باش يقتل السوريين أبناء المتعة. مي هانتوما كما كنشوفوا في الصورة، هذيك الصورة اللي كتشوفها خوتي، هذه قبل ما يقبض الطيارة مدة قليلة. آخر سجوة كان علاني، إلا كتشوفوا كان البيجر محطوط فوق الطاولة. لقاش ميمكنش مثلا هذا حزب الشيطان باش تعرف أن خامنئي يباعو، وهاد الحادثة راه وقعت عليه أكثر من 4 شهور وزيادة، وما عارفين لقاش هما مشاركين في المؤامرة لتصفية هاد الناس هادو. إلا لاحظتوا حتى السفير تصاب لهم، داك اللي كتشوفوا الصورة ديالو الفوق حتى هو تصاب. إذا واخا يكونوا، باش تعرفوا هما انهم مشاركين، واخا يكونوا ما كانوش مشاركين في المؤامرة، كانوا غيعرفوا ان البيجر هو سبب التفجير ديال قاش راه لقاو الحطام الطائرة وكانت في ايران، وكانوا خصهم يلقاو كلشي. غير باش تعرفوا انهم ما تكلموش عليه. هذا دليل قاطع اللي شفتو في الاول ودازت وما هضرتكمش عليها. هذاك التحقيق ديال ان كاين 19 قتيل من دوك الحرس الثوري ديالهم، و150 جريح، كلهم غير العين طارت ولا الكلاوي ولا يعني اصابات خطيره. اخر تقرير قريته على ان دوك الاغلبيه ديالهم، دوك اللي كانوا دابا تيفدوها لهم، هذوك وحدين خونه من الاحواز العربي مشاركين مع الحرس الثوري لاموال طائله، هما اللي كانوا كيكلفوهم بهذه المهمات هذو. ما كاينش قتله من الفرس، مابقاوش يكذبوا عليكم. على العموم، هذا هو الدليل على ان هاد المجوسي ديال الفارسي خامنئي باعد ابناء المتعة ديال حزب الشيطان، باعهم لاسرائيل كالعاده. وراكم شفتوا سبحان الله. وشوفوا تصوروا اخوتي، هنا غتعرفوا القدره الالهيه كي دايره. سبحان الله، الشيء اللي وقع دابا في عبره. شوف اخوتي، هذوك اللي تكلفوا بقتل السوريين هو اللي توفى البارح، والى جهنم وبئس المصير. داك الزعيم ديال قال لك الرضوان لعنة الله عليه. شوفوا سبحان الله، هو اللي قتل في السوريين. سبحان الله العظيم، قتلوا في السوريين، في أطفال، نساء، مدنيين، ما خلاو ما داروا. شوفوا سبحانك يا جليل. وصحابهم انتصروا محتفلين. يشاء ربك أن هذوك الناس اللي ارتكبوا الجرائم، باش بيديه ولا بعينيه، كان يشوف بعينيه وكيقتل في الأطفال والمدنيين والعزل. سبحان الله، اليد طارت ولا العين طارت. وتقريبا جميع دوك الأعضاء اللي شاركوا في ذاك الإبادة للشعب السوري العزل، سبحان الله، لقاو حسابهم في دقيقة واحدة، في يوم واحد وفي دقيقة واحدة. ولا غد ليه كانت تفجيرات، والبارح كان قتل القيادة ديال ديك المجموعة اللي كانت متكلفة بقتل السوريين. شوفوا ربي ما كيبغي يدير شي حاجة. سبحانك يا جليل. هم مستضعفين. بشار الكيماوي حسب راسو صافي انتصروا، ولكن ربي
الدعاء ديال دوك الناس، ديال دوك المظلومين وديال دوك الأطفال واليتامى والنساء اللي جوعوهم وكيحتفلوا وكيفتخروا بها بحال اللي داروا إنجاز، ويشوفوا سبحان الله ربنا كريم. وراه كنت باقي كنعقل راه دوزتكم شي فيديوهات لا تعقلوا على ان هاد حزب الشيطان كان كيقاتلهم باسلحه اسرائيليه. شكون ما كانش اسرائيل ما يدخلوش، هذا راه كان دايرين غير باش يحرس الحدود. ولكن اللي ما كانش عارف ابناء المتعه من هاد العرب، ما يدعوا العرب ان هاد الفرس مع مع اسرائيل ومع امريكا، وكانوا لاعبين لما الضربه باش يقول لهم حكا راه البرنامج النووي. ها هو الدليل. ما قالش واش الناس كيقيلوا يخبطوا فيه، هو ما قادر يطلق حتى ولا صاروخ كيحاربهم. كانت شي وسه ديال الحرب العالميه الثانيه، تصور تيقول لك عندنا صواريخ ذكيه ما هذه، وما قادش يرد وما يقدرش يرد. ولكن علاش داروا له الضربه القاضيه؟ عرفتوا القياده والقياده الثانيه ديالها. وتصوروا ان البيجر طرطق، وها انتم كتشوفوا. وهاد البيجر اللي كان الناس كيقول لك ما يمكنش مراكش لاقاش قبطهم عند ايران، هذاك الشيء باش ما قلبهمش لاقاش كان كيسحاب له راه معاهم الشيعه، هما ما الشيعه العرب هادو كيحسبوهم مجوس، بحال كيحسبوهم غير ابناء المتعه. شو اللي يدير يدو مع المجوس هذه هي نهايته. وكان مديور ان هاد الاحزاب هادو بحال قضيه السنوار. هاد السنوار دابا اللي ناض عليه فضيحه، سبحانك يا جليل. شوفوا ربي يا اخوتي، ولا تيأس من رحمه الله، وربي كبير وكينتقم من دعوة المظلوم. شوفوا بحال دابا هاد السنوار كان فيه واحد المرض خطير وكان في الحبس. وتصور اخوتي كون كان في خارج، وكان في غزة ولا كان يتوفى والامر بيد الله. ولكن داك المرض ديالو خطير وما كاينش المستشفيات ديال كما بزاف ديال الامراض في غزه. مساكن كيموتوا لقاش ما كيقدروش يخرجوا يتعالجوا برا، وما كاينش شي مستشفيات اللي كداوي ديك الامراض الخطيره المزمنه. مي هو كان محكوم اعدامات، وشكون داواه الاسرائيليين. وجات هذاك شاليت، بقى الشاليت وتبادلوا معاه، اللي دار لهم اكبر ضربه في تاريخ الكيان الصهيوني. اذا شوفوا ربي كينتقم من الاطفال ديال سوريا ودعوات المظلومين. هذا اللي بغيت نقول، ما عمركم ما تفقدوا اليأس من رحمة الله، وأن دعوة المظلوم جاية لا محالة طال الزمن أو قصر. تعرفوا علاش؟ شوفوا ربي، جميع الناس اللي شاركوا في الإبادة ديال الشعب السوري يا توفى، يا طارت عينه، يا طارت يدو، يا طارت الكلوه ديالو في نفس الدقيقه. سبحان الله. يعني بحال اللي كانوا الناس كيزودهم تيقول اللهم ارنا فيهم يوم، ارنا فيهم يوم، يعني جماعه. سبحانك يا جليل. تتحقق على يد من؟ على يد اللي سمح لك تدخل باش تقتل السوريين، وكان كيسلحك باش تقتل السوريين، وكان كيعطيك معلومات والمرادرات باش تقتلوا السوريين. سبحانك يا جليل. وليمن شكون بعتكم ايران، هي لا تتكم هذيك. ودابا المشكله ما قادرش يهضر ابن المتعه ديال حسن. دابا واش هو قاعد تقاس في داك الاجتماع باش نعرفوا باش هذا القائد ديالهم الكبير، هذا النائب القائد ديالهم الكبير، و12 من القياده ديالهم، وما يستحيل يكونوا مجموعين، ما يكونش مجموعهم معهم. شوفوا 12 مجموعين في المكان، في مكان هائل بالسكان. ايوا نتوما عندكم دوك الانفاق ووريتونا الانفاق في هادي وهادي، واش ما تكونوش فيهم وتخليو المدنيين عليكم تراكيل كاع البيئه الحاضنه ديالكم. ولكن ملي كيكون الجهل والغباء هادشي اللي كيعطي. بغيت نوصل واحد الرساله لخوتي المغاربه والناس اللي كيشوفوا هاد الظلم هذا، كيشوفوا اولا هاد المشكل اللي كنعانيو منه، هاد الشهير ديال هاد العصابه، وبحال دابا هاد الخروجات كركور. تنقول لكم بغيت نمشي واحد الرساله من مروكان كلاش. اسمع مروكان كلاش. الزمان بيننا وان غدا لنظيره قريب. اما بالنسبه لكركور راه قلت لك واخا يخرج غيجيبوه ان شاء الله. ما تفرحوش بزاف، ما تفرحوش.
قادم صادم، ولكن الهضره ما بقاتش، سالت الهضره. ولكن مروكان كلاش غنقول لك واحد القضيه تفكر، خليتها لك في المنتدى، باش دوزتي واحد الفيديو شي لايف طلعت انا مع ولد الشاوي، الله يذكرهم بخير في هذا المنبر، اللي دخلته بسند الحبس. وهذيك انا كنهضر عليها ابتسام ديال المانيا وسولها. ولكن غنقول لك واحد القضيه مروكان كلاش، نتوما دوك العصابه ديال تحفه وديال اورلاندو، يا ريت تلقاو لطيفه طاطا لطيفه ديالكم الاسكوبارا، ولا ديك اللي عندها بيوت الرذيله ملكه الجابوني، وصوفيا خطأ طباعي، صوفيا اس او اس، وامال ضربوا عجه، ودوك الرباعه ديالكم يلقى لكم شي محامي. ياك ضحكتي اليوم داكشي كلشي كذوب. ايوا حنا غنشوفوا السي مروكان كلاش والزمان بيننا، وإن غدا لا نظري قريب. شوف انت تجاوزتي بزاف، ودوك السكرينات ديالك غيبقاو معاك، لأن حنا مملكة الشواذ، والقضاء ديالنا فاسد، بوز ديالنا فاسدين، وشرينا هادي، وقلتي لي راه دخلت هادي الشهر وشهرين. قلت لكم نتوما ان شاء الله ستلقاو العداله في امريكا. وقال عليها مروكان كلاش والزمان بيننا، وان غدا لا نظري قريب. قسبتي لي الام ديالي وطوتي بزاف، كتقول لنا مملكه الشواذ، شحال دخلتو ولا خرجتو ولا دخل كركور وخرج. قلت لكم شو، خذوا غير العبره من هاد الفيديو اللي درت لك اليوم، يعني دعوات دنيا باطمه ودوك الناس اللي ضربتوهم كاملين وتعديتوا عليهم ضربتوهم في اعراض، غتخرج فيكم قريبا ان شاء الله، وما عنديش شك. وحتى دوك اللي كيحميوكم ان شاء الله غيمشيو بحالكم لزباله التاريخ بحالكم، واحتمال كبير غيتحبسوا. على العموم كنواعدكم ما غيبقاوش، لا شي هاد الطاطا لطيفه ديالكم الاسكوبار، هاد المخدرات، ولا ديك سعيده شرف، ولا هاد الباترونات ملكه صوفيا وامال سلطانه حياه. وحنا غنشوفوا واش ديك لينا لونا والزهراش والمحاميين من المؤامره كلها ملعوبه من وكلاء النيابه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه. مجرمة الدرية كريمينال، مجرمة عايزة الحب والقتال، مجرمة الدرية كريمينال، مجرمة عايزة طش، مجرمة الدرية كريمينال، مجرمة عايزة الحب والقتال، مجرمة الدرية كريمينال، مجرمة طش، مجرمة الدرية كريمينال، مجرمة عايزة الحب والقتال، مجرمة الدرية كريمينال، مجرمة عايزة طش، مجرمة الدرية كريمينال، مجرمة عايزة الحب والقتال، مجرمة الدرية كريمينال، مجرمة طش. ظالم في الدنيا، مش بس في الدنيا، لا يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. ليه؟ ويقول لك ولازم من تمام انتقام الله منه ان اللي ظلم يشوفه عشان يشفي نفسه. ايه؟ يشفي نفسه منه. يقول لك لا يموت ظالم في الدنيا، مش بس في الدنيا، لا يموت ظالم حتى ينتقم الله منه. ليه؟ ويقول لك ولازم من تمام انتقام الله منه ان اللي ظلم يشوفه عشان يشفي نفسه. ايه؟ يشفي نفسه منه.